7 أشياء إياك أن تقوم بها ضد ريال مدريد وإلا ستندم كثيرا. النصيحة السادسة ستدهشك أكثر مما تتصور. أولا، لا تواجههم يوم الثلاثاء أو الأربعاء. هذان اليومان هما ملك ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. يتضاعف تركيزهم وتزداد قوتهم. الفرق التي حاولت خوض المعركة في هذه الأيام عادت بخيبة أمل كبيرة. ثانيا، تفادى لعب مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو. هذا الملعب شهد لحظات تاريخية جعلت من الصعب الحفاظ على التقدم فيه. ثالثا، لا تخض مباراة نهائية ضدهم. ريال مدريد يشبه الأسد في المباريات النهائية. نسبة فوزهم في النهائيات تفوق 90%، ما يجعل التحدي أمامهم مخاطرة كبيرة. رابعا، لا تجرب اللعب أمامهم في الأشواط الإضافية. ولا تنسى أيضا تجنب ركلات الترجيح بأي ثمن، إذ يبدو لاعبوهم كما لو أنهم ولدوا لأجل هذه اللحظات، وغالبا ما ينتهي الأمر بفوزهم. خامسا، لا تستهن بلاعبيهم الكبار. قد تعتقد أن بعض اللاعبين قد تجاوزوا ذروة عطائهم بسبب تقدمهم في السن، لكن خبرتهم غالبا ما تكون عامل الحسم في المباريات المصيرية. سادسا، لا تسجل قبلهم. قد يبدو التسجيل أولا ميزة، ولكن التقدم على ريال مدريد قد يدفعهم إلى الرد بطريقة غير متوقعة. تذكر ما حدث مع بايرن ميونخ وتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي. حتى وإن كنت متقدما بنتيجة كبيرة، ريال مدريد معروف بقدرته على العودة في اللحظات الأخيرة، واسألوا غوارديولا. سابعا، الآن دورك. ما هي النصيحة السابعة التي تعتقد أن الفرق يجب أن تتبعها لتتجنب السقوط أمام ريال مدريد؟